مرحبا بكم في تحضيرات رمضان. اليوم حبيت نعمل معاكم لي باركيت هذوما ياسر ياسر بنين، شوشين وطريين، ما تفهموهمش يعني بات ولا حاجة فويتي. وباش نوريكم زيادة كيفاش تنجموا تخزنوهم وتستعملوهم في سيدي رمضان، هكاك ينقص عليكم التعب وتعملوا حاجة بنينة ونظيفة وديري من غير حتى مواد حافظة وكل حاجات هذوكم اللي يضروا البدن، سورتو اللي عنده صغيرات واللي يحب يود روحه بحاجة نظيفة. اول حاجه المقادير متاعنا 500 غرام من الفارينه، باش تكون فارينه من نوعيه جيده. باش ناخذ هوني 200 غرام زبده و60 غرام اخرين. عندي مغرفه خل، وعندي ما يعادل 10 غرامات ملح، عندي زدا 80 غرام حليب، وباش نحط معاهم 100 غرام متاع ماء. هذ هما المقادير متاعنا. طريقة التحضير باش تكون سهلة برشا. باش نحطوا الفارينة متاعنا وباش نجي نربي الزبدة، 200 غرام زبدة هذوكم اللي في الباكو ربيتهم باش يسهل عليا الخدمة. ولا تنجموا تقصوهم كوب كيما عملنا في البات فويتي. شاركت معاكم الوصفة متاع البات فويتي، تنجموا تخدموا بالطريقة هذيك. نحط لكم الرابط على في صندوق الوصف ولا في اخر الفيديو. ونبدا هكايا نعمل اسابلاج لين نتحصل هكا على كما نقولوا التراب تراب ما فارينه وزبده. باش نمشي نحل الملح متاعي في الخل وفي شويه حليب، ونكمل الحليب متاعي ونبدا نلم في العجينه. قش علينا باش نخدموا اون بات بريزي من غير عظم، خاطر كيما تعرفوا البات بريزي نحطوا فيها عظمه. هوني ليه مانيش باش نحطوا العظم، هكيكا تصبر لنا العجينه اكثر، خاطر كيما تعرفوا حاجه فيها العظم يلزمها فيسا نستعملوها. هذه كما نقولوا الوصفه في حقها، يعني زبده والكل. فما وصفات اخرين اقتصاديه ما يحطوش فيهم زبده، يخدموها بالزيت وبالماء كهو. انا الحقيقه نقول نعمل كميه صغيره 200 غرام زبده وهكا ونشيخ بهم، خير من نعمل حاجه ممكن تجيني يابسه وما تنجح ليش ونبدا قش عليها ناكل في العجينه من بعديك. دونك توا باش نبدا نزيد الماء بشويه بشويه، ما نزيدوش الكل في نفس الوقت، ونلم بصويبعي كيما العاده من غير ما نعجن. الانواع نتاع لي بات هذوما اللي نحبوهم يجيونا هشوشين بصفه عامه ما نعجنوهمش، كو سوا السابلي لي تارت البات فويتي، اي حاجه نحبوا فيها القرمشه راهي ما تتعجنش. وكي نحبوها تبدا هكا مرخوفه برشا كيما الملاوي والكل، دونك هذوكم ندهكوا عليهم بالعجنان. نلم هكايا البات نتاعي الكلها كيما تشوفوا، مش مشكل تبدا مشقه وماهيش اوموجين وتبدا طريه. غزرولها كيفاش يعني كي تحط صبعك تطاوعك وما شد روحها. باش نحطها في الفريجيدير مده 30 دقيقه قبل ما نخدمها. بيان سور نحطوها في ساشي اليمونتير ونغطيو عليها مليح ونحطها في الفريجيدير. انا البارتي نتاع الحليل الاولانيه في بالي قاعده نصور خي طلعت مود فوتو، اما راهو ما فاتتكم حتى شيء. جوست راني جيت حليت بطريقه هكا ريكتانغولير. دونك الكعبوره هذيك عملتها كي البودا وحليتها، وكما نقولوا حليتها مستطيله الشكل. وبعديك جيت حطيت الزبده نتاعي هكايا، هي نورمال تتربى بالكدا، مي انا زبده نتاعي نسيت ما حطيتهاش في الفريجيدير، دونك كي جيت نربي فيها جاتني مول. وباش نجي نسكر هكايا قش عليا باش نعمل بات فويتي. اما انا مانيش باش نعمل دي تور برشا، يعني مانيش ما حسيتش بها باش تكون فويتي برشا. داك باش نعمل ان سول تورني واحد. يعني كيفاش باش نعمل؟ باش نجي نحلها هكا من اللوطه للفوق. علاش قلت لكم اعملوا طلع على الفيديو نتاع البات فويتي؟ خاطر فسرت بها بالكدا كيفاش تخدم التوغاج والكل. باش نحلها هذه جوست باش تعطينا شويه هشاشه وكهورة. وباش نسكرها دونك قسمتها على 3 وطويتها كيما شفتوا. باش نسكرها ونمشي نحطها في الفريجيدير ترتاح. حبيت نوريكم لي مول اللي استعملتهم. ماذا بيكم تاخذوا مول دو بون كاليتي باش تجيكم التياب في حقه كيما هذوما، اي او ميم طون ما يفسدوا لكمش وما يصدوش، خاطر فما رخاص ما في ساعه يصدوا. هذوما دونك البات نتاعنا كيما شفتوا شاده روحها. وتوا باش نجي نحلها وباش نشكل لي تارتوليت نتاعي. انا قسمتها هوني باش ما تغلبنيش ونوريكم في التصوير بشكل واضح، من نتوما تنجموا تحلوها عادي يعني.
باش نبدا توا بالبارتي الاولانيه باش نعمل لي باركيت الاولانيين. شوفوها كيفاش تبدا التكستور نتاع البات، ما نحلوهاش جيده برشا وما نحلوهاش زاده خشينه نتاع 3 مليمترات هكيكا، خاطر كان باش تعملوها خشينه باش تجيكم مورقه برشا، يعني باش تجيكم منفوخه. ونحط على لي ميني باركيت نتاعي هذوما، بلوتو لي باركيت ماهمش ميني هذوما، وننزل عليهم في الوسط بداية، يعني شوفوا كل واحدة يعني ماخدة عجينتها في الوسط، ونجي هكا بالقلقال وانت نهز الباركيت نتاعي كيما تشوفوا باش ننزل على طراف نلصق العجينة مليح ونستويها. الطريقة هذه سهلة وتربحكم برشا وقت. باش نجي نقرص الجنيب هكايا، هذه استوس باش ما تطيح لكمش من بعد. برشا مرات واحد كي طيب لي ميني تختولات تطيح العجينة، وتوا باش نقبهم مليح 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 بالفرشيطه. ونكمل نخدم الكعبات نتاعي. باش نعاود لكم واحده اخرى. خديت الباركيت نتاعي ونزلت الزايد ما نقصوش، هذه باش نعطيكم برشا طرق اليوم، نتوما اختاروا شنو تحبوا. هذه طريقه اخرى باش ننزلوا بالابهام نتاعنا تاع الاندكس وبالبوس والبلوتو والاندكس الاخرين تاع اليد الاخرى باش نقرص بالطريقه هذه. اغزروا كيفاش ندز بصبع ونقرص بصبع هكيا. الباركيت نتاعنا يجي الشكل نتاعها طياره وما يتيحش، مستحيل تطيح لكم، خاطر الاستوس هو باش لي باركيت يقعدوا طالعين، يعني فما برشا حاجات منهم هذيا باش تجيكم تنوريكم في اخر الفيديو كيفاش جات هي بيدا، يعني لا تقلصت في الحجم ولا شيء. كيف باش نعاود نوريكم الطريقه هذه، استعملوها حتى كي تعملوا البات بريزي، ولا باش تعملوا تحت كبيره، تحت نتاع فريز، تحت هكايا باش تعملوا تاع في رمضان علاش ليه تحت بالزوزه وبالدقله. نجي نقرص هكايا تعطي فورمه ياسر محليها. هذه طريقه استوس من لي زاستوس. باش نزيد نوريكم طرق اخرين كيفاش تعملوا لي باركيت نتاعكم. وباش نمشي توا نخليهم يرتاحوا في الفريجيدير على قليله نص ساعه الى ساعه باش يزيدوا يشدوا الفورمه. حليت توا الدوزيام بارتي نتاع البات نتاعي باش نوريكم طريقه اخرى نتاع التشكيل. اذا كان صعبت عليكم الاولى تاخذوا اون بورت بياس هكايا مدور يكون اكبر من الحجم نتاع التاخت. وباش نبدا كيف ننزل من اللوطه ونخرج الهواء الكل بيان سور من الجناب. هوني البات عملتها شويه خشنه خاطر لي مول هذوما يعني غارقين برشا، مش كيما اللي يخدموا، يعني مش كيما لي باركيت اللي تلقاهم في الشارع في لي غراند سورفاس، غارقين دوك ياكلوا برشا عجينه. دونك انا خليتها العجينه اكسبري خشنه باش من بعد نقص على روحي الزيت على كيفي. دونك ننزلوا على الفوم اللوطه ونخرجوا الزيت. وهوني زايد باش ناخذ سكينه تكون حاده ونحيه. هذيك علاش البات نتاعنا نرتحوها بالكدا في الفريجيدير باش تسهل علينا اي خدمه، القصان التزيين الكل. دونك ماذا بينا تبدا مرتاحه في الفريجيدير. الخدمه الكل لازم تكون على البرود، يعني خاطر فيها الزبده. في الروسيت هذه راكم تنجموا تعوضوا الكميه نتاع الزبده بزبده التوريق، ما كومش اوبليجي يعني تعملوا زبده حيوانيه جو دير، ما تخدموش بالمارغرين. توا باش نعاود نعمل لكم الطريقه اللي استعملتها. دونك نجي من الفوق هكا ونقرص الجناب الكل كيما تشوفوا، نوسعوا بالنا من بعد الريزولتا بروفيسيونيل يجيكم اشب نتاع الشارع والكعبه وقتها. نزيد نقرص شويه من اللوطه وبعديك بالفرشيطه باش نجي نقبهم مليح 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 مليح. هذوما راهم دي استوس والله تستحقوا لهم في سواء في الباتيسري ولا في الكوزين، وتجيكم حاجه مرتوبه قش عليكم شارينها من برا، وحاجه نظيفه والكلها زبده ما فيها حتى مضره لا مواد حافظه لا حتى شيء. دوك باش نكمل انا لي مول نتاعي الكل باش نخدمها بنفس الطريقه، وباش نحطهم الكل يبردوا في الفريجيدير. سخانه نتاع الطبخ نتاعنا باش تكون 170 درجه، وعلى هكيكا مده انا حطيت 35 دقيقه الفور نتاعي. اما نتوما لازمكم تخرجوهم يكونوا مستحمرين شويه، ماهيش طياب كامل زاده وماهوش زاده تخليوها بيضه، خاطر باش نخزنوهم وهما طايبين.
مانيش باش نحطهم في الفريجيدير، باش نخليهم لبرا. شوفوا كيما قلت لكم كيفاش خرجوا الكعبات نتاعي عالين، الكعبه وقتها مزيانين على الاخر. اشب حتى ملي تشريوهم من برا يبداو هاي كعبه طالعه كعبه هابطه. عملت زيد ميني باركيت هذوما باش هكا كي نحب نعمل حاجات مع ميني بطبوط ميني بيتزا. وعملت زيد كيما تشوفوا اغزروا لي باركيت المدورين. الكعبه وقتها لازمهم كيما تشوفوا مستحمرين من اللوطه. توا باش نجيو الكيفيه متاع التخزين كما قلت لكم اوبليجي باش نحمروهم. هذوما عملتهم ستيل ميني بيتزا، حطيتهم الكل في ساشي اليمونتير هكايا وسكرت عليهم مليح مليح على الهواء. ومن بعد راني باش نزيد نحطهم في بواط تكون اغميتيك، وهذوما راهم يصبروا لنا حتى شهر ما فما حتى مشكل على خاطرهم طيبين. كملنا وصفة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. حطوا لي ارائكم واسئلتكم في الكومنتات وما تنسيوش تبارتاجيو مع احبابكم واصحابكم. ونقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير، وتابعوني على القناة وان شاء الله اتري بيانتو. باي.